تقرر، حيت هذه راه كتخرج، راه هادشي كيخرج العقل، كيخرج من العقل هادشي، وكيخرج على العقل وكيخرج العقل. ولكن واش هاد قرينه البراءه غادي نفعلوها ملي يكون مساله كتعلق بمسؤولين في صفوف مؤسسات الدوله؟ يعني ملي كيترشحوا، ملي تقترحوا باش نعينوهم في مناصب مهمه، مناصب استراتيجيه، مناصب حساسه اللي غادي يقرروا يمكن في مصير شعب او لا طبقه او لا فئه او لا جهه او لا منطقه او لا جماعه. انسان كتلقى عليه حكم ابتدائيه مثلا محكوم عليه بالحبس، ولا ما كانش كاع عليه حكم، هو متابع، كاين شكايات ضده وكاينه متابعات ضده، والمسطره العموميه تحركات، او لا المسطره مازال ما تحركاش، راه حنا مازال عند الشرطه القضائيه كنسمعوا له في المحاضر الى اخره. واش هذا السيد هذا اي نعم عنده قرينه البراءه، ولكن راه عنده شبهات، راه عنده نقطه استفهام في الاخلاق ديالو، نقطة استفهام في السلوك ديالو، نقطة استفهام في الذمة ديالو، نقطة استفهام في النزاهة ديالو، نقطة استفهام في الشرف ديالو، نقطة استفهام في الأمانة ديالو. إذا راه ما يمكنلاش نقبلوه باش يكون هو مسؤول في واحد المنصب اللي هو حساس. ما خصوش يتقدم هذا، وما خصوش حتى هو بغى يقدم راسو، خص يكون الرفض. إذا كان المواطنين اللي غادي يصوتوا عليه ما خصهمش يصوتوا عليه، حيت عارفين عليه هذا الشيء هذا، ولكن ما يحكموش عليه، ما يقولش هاد السيد حكمنا عليه، لا دار، هو راه مازال ما تبش عليه بانه دار، ولكن نبعدوه من المنصب ديال المسؤوليه حيت كاينه شبهه. على ملي تيكون شي موظف، ما كنعرف انا ملي كيكون شاب 7 سنين وتيقرا في الاجازه وتيسقط وتينجح وكيدوز المباراه الاولى والثانيه وسقط في كتابي ونجح في الشفوي دوز، وباخر المطاف فرح مسكين دوز الكتابي ديال مفتشين الشرطه مثلا. مفتي الشرطه غادي ياخذ سلم ولا موظف سلم 5 ولا سلم 6 ولا سلم 7 ولا 8 ولا 9 كاع، وتيقولوا له من بعد ما نجح في الشفوي سمح لنا ما يمكنش انت، حيت واحد النهار كان عندك واحد المشكل معين مع شي واحد، راه واش دبستي معاه، واش سبيتي، واش خصمتي معاه، واش كنتي كترافق شي واحد مشبوه فيه، ما يمكنلكش تدخل لهذا الجهاز هذا، ولا ما يدخلش الوظيفه العموميه، ولا غادي نحرموك من هذه المباراه. علاش؟ حيت عنده شي حاجه هكا شاكين فيها، عنده شي ماضي صغير ما كاين لا حكم نهائي لا حتى شي حاجه. هذا موظف بسيط، ومن يجي الموظفين المناصب قداش غادي نجي ونقول لهم احقا كاينه قرينه البراءه، اذن السيد هذا يمكن له يتمتع بهذه الحقوق ديالو، يمكن له يترشح. لا، ما خصوش يترشح، ولا ترشح ما خصناش تصوتوا عليه، ولا ما كان غادي يمشي لشي منصب ما خصوش يمشي لذاك المنصب، ولا كان القانون ما تيتفسرش بطريقه سليمه خصو يتفسر بطريقه سليمه، حيت الشخص اللي غادي يكون تيتولى مسؤوليه كيفما كانت المسؤوليه اللي عندها على مستوى وطني ولا مستوى محلي ولا جهوي، وغادي يسير الشأن العام، خصو يكون يتسم بالنزاهه والامانه والشرف والاخلاق الحميده والقيم والترفع على اي شبهات، خصو يكون بعيد على اي شبهات، عاد يمكن له يتمتع بهذا الحق هذا ويعيشوا ويمارسوا كيف بغاه. ولكن ما يكون عنده شي مشكل بحال هكا، انا قلت بلا ما نحكموا عليه وبلا ما نقولوا له هذا السيد مسؤول، ولكن نقولوا الله يخليك حتى يزول هذا المشكل هذا. دابا كاين واحد المسطره محركه حتى يزول هذا المشكل، كاين واحد الحكم اللي هو ماشي نهائي، الله يخليك تنحى، راه ما يمكنش نقبلوك، لان هذا الشيء هذا راه المواطنين كي غيشوف فيك المواطن، كي غيشوف المؤسسات ديال الدوله هذا المواطن انك تتسخف به، انك تتحداه، ان القيمه ديال المواطن ما كايناش. حنا غادي نديروا اللي بغينا ونصوتوا على اللي بغينا ونعينوا اللي بغينا، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. اذن خص الحكومه تلتزم في هذه الامور هذه وتفسر تفسير سليم للقانون، وتقول الاخلاق وتقول الشرف وتقول الامانه. اسمح لي، ملي تكون المتابعه ولا تكون حكم ماشي نهائي، راه مساله الشرف ومساله الامانه ومساله الاخلاق ومساله السمعه راه بين قوسين. اذن خصني نحطوا الله يخليك مؤقتا، ما نقدروش نديروا شي حاجه معك ملي تصدر البراءه ديالك وما يكونش حتى شي مشكل عندك، مرحبا هذيك الساعه تمتع بالحقوق ديالك كلها. اذن
فنراعيو غير المشاعر ديال المواطنين، كيفاش يكون الاحساس ديالهم اللي كيشوفوا مسؤول الصحافه كلها كتكتب عليه بانه عنده حكم ابتدائي بالحبس ديال عامين بالحبس، وكتشوفوه هو مسؤول، ولا كتشوفوه كاين في مؤسسه من المؤسسات اللي كيمثلوا الشعب المغربي، ولا يشوفوه متابع ويقول لك راه هذا استمعت له الشرطه القضائيه وهذا تيحقق مع قاضي التحقيق، وهذا هو كيشوفوه كيتولى واحد المنصب ديال المسؤوليه. كي غيكون النفسيه ديال هذا المواطن؟ اشنو كيقول هذا المواطن؟ يقول انا راه غريب في هذه البلاد، هادو هما الناس غيسيروا الشأن ديالي، هادو هما اللي غيقرروا في مصيري. ما يمكنش هذه المساله هذه غير مقبوله منطقيا، غير مقبوله، وما يمكنناش نعتمدوا على قرينه البراءه ونحتميوا بها ونستندوا عليها ونقولوا ما دام ان هناك قرينه البراءه فيمكن له يتمتع. لا، راه مساله حساسه، راه المساله كلها كتتعلق بالثقه ما بين المواطن وما بين ذاك المسؤول. راه هذيك الثقه والمصداقيه ديال المسؤول عندهم علاقه ضيقه بالمصداقيه ديال المؤسسه، وبالتالي بمؤسسه الدوله. اذن واش انا خصني نبني ونحمي مؤسسات الدوله ونحفظهم من اي شبهات ونحفظهم من اي شكوك ومن اي اسئله ومن اي تاويلات انا ما عندي ما ندير بها؟ واش انا خصني نبني بلادي على اساس سليم ويكون احترام ما بين المواطن وما بين المؤسسات، ويكون تصالح ما بين المؤسسات وما بين المواطنين. اذن هذا الشيء هذا غير كيزيد يدفع المواطن المغربي وخاصة الشباب أنهم يعزفوا عن الممارسة في السياسة، وكيزيد كل واحد عنده ذرة غير على هذه البلاد وحب لهذه البلاد وعنده قيم وعنده أخلاق كيرجع للور، حيت يقول لك راه ما يمكنش أنا نزيد لقدام في السياسة. واش أنا نزيد وهذا الشيء كله فيه الناس شبهات؟ ما يمكنش. إذ نرجع للمواطن بسرعة فائقة، غير كيشوف شي مسؤول تينعتو بصفات ماشي هي هذيك، وهذا غير صحي بالنسبه لنا. لا، حنا خصنا نبنيو علاقه مبنيه على الثقه وعلى المصداقيه وعلى الاحترام والتقدير المتبادل بين المؤسسات وبين المواطنين. المواطن يحترم المؤسسات ويحترم المسؤولين، والمسؤولين والمؤسسات يحترموا ايضا المواطنين ويديروهم في الاسبقيه، يديروهم بين عينيهم، يعطيهم الاهميه التي يستحقوا، لان راه من اجل المواطن باش المؤسسه موجوده، من اجل المواطن باش المسؤول موجود. إذن خصنا نعيدوا النظر، حتى ما كناش كنفسروا النصوص القانونيه اللي كتكلم على هذه المناصب وهذه الانتخابات ما كنفسروهمش التفسير الصحيح، ولا ما كانش كاع هذا النص القانوني وكيتكلم على هذا الشرف وعلى النزاهه وعلى الامانه وعلى الاخلاق وعلى السمعه وعلى الشبهه. خصنا نديروا قانون، راه عندنا قوانين، راه تنتكلموا على النزاهه وتنتكلموا على الاخلاق الحميده وتنتكلموا على الشرف وتنتكلموا على الامانه. واش عباد الله ملي تيكون واحد متابع ولا عنده حكم ابتدائي ولا حكم استئنافي ولكن ماشي نهائي وتقول لي ماشي راه قرينه البراءه؟ راه ما يمكنش. باش ما نعاودش نكون تنتكرر، حيت هذه راه كتخرج، راه هادشي كيخرج العقل، كيخرج من العقل هادشي، وكيخرج على العقل وكيخرج العقل.